كل عام وأمهاتنا بألف خير. في ملف الأحكام القضائية الآن بعد سنوات عدة من التقاضي وغدو ورواح بأروقة المحاكم، يظفر إثرها المتقاضي بحكم بات لصالحه، إلا أنه يصطدم بعد ذلك بجدار آلية التنفيذ. إزالة البناية من الملك العمومي البحري واحد لأمثلة عديدة من عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الباتة. عينة بحمام الشط لحكم بات بقي رهين الأوراق ولم يرتقي إلى مرتبة التنفيذ. تضررنا من عملية بناء على الملك العام، فهمتني، ولا غير قانونية، وتقدمنا بقضية المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية أنصفتنا وأعطتنا أحكام، فهمتني ولا، أعلمنا بها الجهات المختصة بالطرق القانونية، لكن ما رأينا إلا الجهات الإدارية يعني امتنعت على التنفيذ. فما إهدار الأحكام القضائية وامتناع عن تنفيذها في بلدان أخرى هو جرم، وقع تجريمه الشيء هذا. في تونس ما اكتفوا بتحجير، فما خطأ فاحش، يقول خطأ فاحش واضح أنه معناه تتحمل مسؤوليته كل الجهات الإدارية المعنية بما في ذلك البلدية. بلدية حمام الشط تبرأت من تجاوزات وفساد من تعاقبوا وتدخلوا في هذا الموضوع الشائك. قرار قضاء إلى جانب محاسبة الناس اللي تجاوزت، مش معناها تغلط وتعمل وتعطي وتفرق وتملك البحر وتعمل هذا وبعد تروح لدارك انت تعمل شاطو من جرتها ومن بعد انا نخلص عليك. هذا لا سبيل اليه. مش قلت 16 شاطو مش 16 دار وفيها اطارات وبناوا على ملك البحري وخذاو من البلديه رخص وحاضره الملك البحري حاضر ومصح في الرخص نتاعهم، وبعد كل البلديه باش تخلص خلاصات يلزم فتح تحقيق في الحكايه هذه، واذا البلديه متجاوزه تحمل مسؤوليتها. عينة أخرى لأحكام لم تنفذ. في بنزرت استغلال لأملاك الغير لبناء منشأة عمومية صدرت بشأنها أحكام بقيت حبرا على ورق. ثبتنا اللي هي ملكنا وتويك على حوزة الفولاذ، جينا باش ننفذوا السلطة التنفيذية ما وقفتش معنا. السلطة كيما رئيس منطقة الشرطة في مزبورقيبة قال لك جاتني نستنى في تعليمات من الوزير نتاعي. هاو عندنا احكام مكتوب عليها ياذن رئيس الجمهوريه. حكم كيما هذايا باش يخرج مؤسسه عريقه، مؤسسه كبيره معناتها من اكبر مؤسسات ومن ارق مؤسسات في الجمهوريه التونسيه، معناتها الفولاذ معروفه، مش معقول معناتها تولي هنا مصلحه عامه تغلب المصلحه الخاصه نتاع الاشخاص، وميمتو مانيش باش نهضموا لهم حقهم، احنا معناتها حقهم محفوظ وفي الخزينه العامه كما قلت لك، ويجموا يلتجئوا للقضاء للترفيع في القيمه. عدم التنفيذ القصدي يعتبر خطأ فاحشا يثقل كاهل الدولة بالخطايا، تجاوز نص عليه المشرع. عدم التنفيذ القصدي هنا مربوطه بعقليه الحكام اليوم في تونس. الناس اليوم تتكلم على مفهوم الدوله، دوله القانون المؤسسات. دولة قانون المؤسسات تفرض على رجال الدولة اليوم الانصياع إلى الأحكام القضائية الصادرة عن الهياكل القضائية بصورة باتة. أحكام هنا وهناك غير منفذة، والارتقاء إلى مرتبة دولة القانون يكمن في الالتزام بالأحكام القضائية.